تخيل تكون نايم في كابوس نفسك تصحى منه، وفجأة تفتح عينيك تلاقي قدامك كائن مرعب من بني الجن، وانت مشلول عن الحركة ومش قادر تتنفس. مفيش حاجة في جسمك كله بتتحرك غير عينيك، مش قادر تصرخ ولا تنقذ نفسك، لدرجة انك تبقى هتموت من الرعب ومش عارف تعمل ايه. لو مش مصدق ان ده حقيقي، او لو حصل لك فعلا كده وما كنتش عارف تفسيره ايه، يبقى اتفرج على الفيديو ده علشان تعرف ايه هو الجاثوم. لو انتم اول مرة بتتفرجوا على فيديوهاتنا، ما تنسوش تدعمونا بسبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. حالة الجاثوم أو كما يطلق عليها شلل النوم هي إنك تصحى من النوم وتشوف شبح أو جن قدامك، ويكون جسمك مشلول تماما، مش قادر تحرك أي حتة فيه غير عينيك، وفي معظم الأحيان مش بتقدر تصرخ وتطلع أي صوت، وبيكون في شيء تقيل جدا على صدرك بيمنعك من التنفس. وطبعا الموضوع ده بيكون مرعب جدا وممكن يؤدي لنوبة فزع وخوف هستيرية. حالة الجاثوم دي ليها تفسيرات كتير حوالين العالم من ثقافات ومعتقدات مختلفة، ومعظمها بيتمحور حوالين رؤية أو استشعار أشباح وجن بتتسلل لغرفة النوم وتحاول تؤذي الشخص اللي نايم. فعلى سبيل المثال في الدول العربية بيذهب الاعتقاد السائد إلى أن شلل النوم سببه الجن، وهو مخلوق خارق للطبيعة بيخيف ضحاياه وأحيانا بيقتلهم. وفي أوروبا وخصوصا إيطاليا بيفسر الناس ظاهرة الجاثوم على إنها اعتداء من كيان بيطلق عليه باندا فيكي، وهو عبارة عن شبح شرير بيظهر للنائمين. وفي جنوب أفريقيا بيعتقد السكان الأصليين إن الحالة دي بترجع إلى سجاتي ليلو أو السحر الأسود، اللي بيؤدي لظهور مخلوقات مخيفة بتشبه الأقزام وتسمى توكولوشي. وفي تركيا بترجع الظاهرة دي إلى كاراباسان، وهي مخلوقات غامضة بتشبه الأرواح الشريرة. لكن في الناحية التانية من العالم بنشوف مثلا إن الدنماركيين بيفسروا الظاهرة دي على أساس إن ليها عوامل خطر فسيولوجية زي التوتر مثلا. ومن الواضح إن سواء كان تفسير الجاثوم علمي أو راجع لثقافات ومعتقدات، فده بيؤثر تأثير عميق على كيفية تعرض الشخص لظاهرة الجاثوم أو شلل النوم. فلما بنعمل مقارنة بين الوطن العربي والدنمارك، بنلاقي إن العرب بيخافوا من الظاهرة دي أكتر من الدنماركيين بكتير، لدرجة إن أكتر من نص العرب اللي تعرضوا للحالة دي كانوا مقتنعين تماما إن الموضوع له علاقة بأشباح وجن سفلي، وإنه ممكن يؤدي للموت. وبالتالي زادت حالات حدوث الظاهرة دي لحوالي 3 أضعاف عند المجموعة اللي بتؤمن بالموضوع ده. فنقدر نقول إن المعتقدات السائدة حول الظاهرة دي عند العرب زودت درجة معاناتهم بسببها. فالناس اللي بتفسر الظاهرة دي على أساس إنها ظاهرة خارقة للطبيعة وليها علاقة بالجن والأشباح بيشعروا بخوف أكبر وبيتعرضوا لمدة شلل أطول من الناس اللي بتفسر الظاهرة علميا. ومش بس عند العرب، ده كمان عند ملاحظة الإيطاليين اللي عندهم تقريبا نفس المعتقد السائد حول ظاهرة الجاثوم، وجد إنهم بسبب المعتقدات دي بيتعرضوا لشلل النوم بصورة أكتر من المعتاد، وأصبحت النوبات أطول وأكثر رعبا. وبيرجع السبب لكده لتفاعل غريب بين العقل والجسم مع تأثيرات الأوهام المرضية، وكان لخيال الأشخاص قدرة مذهلة على التأثير في درجة معاناة الجسم الفسيولوجية، أو كما يطلق عليه تأثير نوسيبو. والنوسيبو أو الوهم المرضي هي كلمة لاتينية معناها سوف أمرض، ودي عكس تماما تأثير البلاسيبو اللي بيستخدمه الأطباء مع حالات معينة ومعناها سوف أشفى. وبيحصل النوسيبو بسبب التوقعات السلبية للمريض، زي مثلا انه يتوقع اثار سلبية لدواء معين فيعاني فعلا من الاعراض اللي توقعها، حتى لو كان الدواء اللي خده ده خامل ولا يسبب الاعراض دي. لكن العقل بيستجيب للتوقعات دي وبيحول على الاقل جزء منها الحقيقة بيصدقها الشخص المصاب. وبناء على الكلام ده فواضح ان كلما زاد خوف الناس من شلل النوم بيزيد تعرضهم ليه وبيزيد تأثيره والخوف منه. في الأول عشان نفهم بالظبط الجاثوم أو شلل النوم بيحصل إزاي، لازم نفهم النوم بيكون عبارة عن إيه وبيتم إزاي. مبدئيا كده الإنسان لما بينام في أي وقت فالدماغ بيمر بأنماط مختلفة من النشاط لفترات معينة خلال فترة النوم، ودي بتسمى مراحل.
والمراحل دي بتنقسم لمرحلتين كبار، هما مرحلة حركة العين غير السريعة ومرحلة حركة العين السريعة. احنا اللي يهمنا علشان نفهم ظاهرة الجاثوم هي مرحلة حركة العين السريعة أو مرحلة النوم النشط، ودي مرحلة بتحتل من 20 ل 25% من فترة النوم الكلي، يعني تقريبا من 90 ل 120 دقيقة في الليلة الواحدة. وبيكون نشاط أعصاب الدماغ خلال نوم حركة العين السريعة متشابه لنشاطها خلال ساعات الاستيقاظ، وبيصبح التنفس أسرع وأكثر انتظاما، وبتصبح عضلات الأطراف مشلولة مؤقتا، وبيزيد معدل ضربات القلب، وبيرتفع ضغط الدم، وبتتحرك العيون بسرعة في اتجاهات مختلفة. علشان كده بتسمى بمرحلة حركة العين السريعة، ودي المرحلة اللي بتحصل فيها الأحلام. السبب في حدوث الجاثوم أو شلل النوم هو خروج الإنسان من مرحلة حركة العين السريعة أو النوم الحالم إلى مرحلة حركة العين الغير سريعة أو النوم غير الحالم، وبعد كده يصحى ويكون واعي بما حوله. بس اللي بيحصل إنه مش بيقدر يتخلص من خاصية الارتخاء العضلي كامل المصاحبة لمرحلة نوم حركة العين السريعة، فبالتالي بيشعر بالتوتر والرعب، ويحس بالعجز والاختناق وضيق التنفس وعدم القدرة على الكلام والحركة. وبما انه في حالة رعب شديدة، عقله بيصور له رؤية أطياف أو أشباح أو جن أو أشياء مخيفة ومرعبة لمدة ثواني، وغالبا ما بتستمر نوبات شلل النوم دي لمدة ثواني إلى دقايق، وبتنتهي بعودة الشخص للحركة والكلام. وفي بعض الأحيان ممكن تفضل حالة الرعب دي بعد الاستيقاظ وتؤدي لنوبات من الهلع والخوف نظرا لشعور الشخص إنه كان بيموت. بالنسبة لسبب حدوثه، فهو مفيش معلومات كتير معروفة عن فسيولوجية شلل النوم، ومع ذلك اقترح بعض العلماء انه ممكن يكون مرتبط بكبت الخلايا العصبية الحركية في الدماغ، خاصة مع تدني مستويات هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي للإنسان، واللي بيخلي العضلات ما تتحركش. وطبعا القصد من العملية دي ان لو إنسان بيحلم انه بيجري مثلا، فرجليه ما تعملش حركة الجري في الحقيقة. وبتشير الدراسات بأن معظم الناس بيتعرضوا لشلل النوم مرة أو مرتين على الأقل في حياتهم. ده غير أن بعض الأبحاث اعتقدت وجود عوامل بتساعد وبتزيد من احتمالية حدوث الجاثوم أو شلل النوم والهلوسة، زي مثلا النوم على الظهر والوجه الأعلى، انقطاع التنفس أثناء النوم، عدم انتظام مواعيد النوم، نقص الأكسجين عن المخ، الضغوطات المتزايدة، التغيرات في البيئة المحيطة أو أسلوب الحياة، العقاقير المنومة، استخدام عقاقير الهلوسة، أو الوراثة، اللي في بعض الحالات بتكون سبب من أسباب حدوث شلل النوم. بالنسبة لعلاج شلل النوم والوقاية منه، فهو بيعتمد أساساً على الالتزام بأسلوب حياة صحي، زي تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، ممارسة نشاط رياضي، النوم لعدد ساعات كافي خلال الليل، النوم على أحد الجنبين بدل من النوم على الظهر، وتجنب أسباب التوتر والسهر والقلق. وفي بعض الحالات بنحتاج العلاج بالأدوية المهدئة أو علاجات الاكتئاب لتخفيف التوتر. غير إنه في حاجات ممكن تساعد الشخص عند تعرضه للجاثوم أو شلل النوم علشان يخفف من القلق والخوف ويعجل من عملية الاستيقاظ، زي مثلا تحريك أصابع القدم، وفتح وغمض العينين بشكل متكرر ومستمر، وعدم المقاومة بطريقة مفزعة، وعدم التفكير في الأشياء المرعبة. قولولنا في الكومنتات أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو ده، ولو عندكم اقتراحات لفيديوهات تانية. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل.